وانا قطعها بالبيت. ودايما بخلي باللحمه شويه دهنه لتضل طريه بعد الطبخ. بما انه انا بحب الوصفات السريعه والسهله، فطبعا بطنجره الضغط بشوح اللحمه بشويه زيت نباتي على كل الجهات، بغمرها بالمي الدافيه، بشيل الزفره بس تتكون على الوجه، وبنزل عليها كل انواع المطيبات. بترك اللحمه تستوي، وبهالوقت رح اقطع الخضره من جزر لكوسه بطاطا بصل. ما تنسوا تنفسوا طنجره الضغط قبل ما تفتحوها. اللحمه تقريبا استوت، كمل طبختي بطنجره الضغط. شويه زيت بدبل ثوم وزنجبيل وبصل، برجع بقلي معهم معلقتين معجون بندوره، بدبل شويه فليفله وبندوره مقطعين الصغير. بنرجع اللحمه المسلوقه والخضره اللي قطعناها، معلش هون الخضره مضيعه الطريق، نغمرهم بميه سلق اللحمه مع شويه بهارات رح اذكرهم تحت الفيديو. واخيرا بنضيف اللومه وفلفل الحر الاخضر وبنتركهم يستووا. نحط خبز الرقاق، انا صفيت شوي من زوم الطبخه والباقيين رح اقلبهم فوق خبز الرقاق. بسم الله. هيدا اطيب ثريد